كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما وعملا يا رب العالمين. العهد المدني مدينسكي بريود يورا قزح ويديوت نقوم دو بناء المسجد النبوي يلشن ماجيك دو غر المؤاخاة بين المسلمين بصمنا نقع وجر الإذن بالقتال وانبرته دل بوربا. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعو درسو كنيجا انتحا يلشن داخر مدينته إلي يلشن صلى الله عليه وسلم مدينته وذا قام ديتر دوي الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام عند وصوله المدينة يلشن مدين دولهم نش مدينتي حكاش كينا السرايا والغزوات يلشن عليه الصلاة والسلام يخيتي نوت أمان توبة نشأة ودين الغازو تشأة وفاته صلى الله عليه وسلم يلشق الهرأة. العهد المدني بناء المسجد النبوي يلشن ماجيك دوغر أول خطوة خطاها رسول الله عليه الصلاة والسلام دوحر ولج يلشن يحكن يلا عند مقدمه المدينة مدينة حوين شكينا هي بناء المسجد النبوي إذا ماجيك دوغر دوك يلشن ماجيك دوغر واختار له المكان توخاج المتج الذي إمتجر إذا بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم ثنا أمكل وحين يلا فاشتراه من غلامين يتيمين تو إيتر إمتج شين بوبيري كان إشي بوبيردر يملكانه إلاتا تير دول حدر تو تاجر سعيتريس وأسهم في بنائه بنفسه يلتنو داق ليتر أسهم يجك وزعداق ليتر في بنائه بنفسه وإسئي حاضر يحا شاداق ليتر يلتنو عليه الصلاة والسلام فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول تو دعقو يحر دعقو طولقش حاليوتشو كبيرتشكما دحورتو قولش اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يا الله داخر مدات آخر داخر باي يشديح أنصار شناء مهاجر شناء. المؤاخاة بين المسلمين بصو بنان يقح وجر الله تسر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد يوت عليه الصلاة والسلام إماجك درت عنه بجانب قيامه ببناء المسجد أجي ماجك درت عنه بوضك قام بعمل آخر كعمل يرتو من أروع ما يأثره التاريخ تاريخ وين سحلو شل يقرأ خزن هم درتو دينك وهو يهدر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وش وجري بير مهاجرشي أنصارشي آخى بينهم على المواساة سنقح وجر تسير على المواساة ووشخ حجرك ووشخ ودرك وأن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام وش قلخيشي تارا إس يتر دون ذوي الأرحام تسجرجر نهباته شي وشوك مثلا مهاجري أنصاري شي هرشي شي وشوع الووشة ويرجل دكتير تعتارا ويلشي تن ديسن داخني قنا قوتشكل. فلما أنزل الله عز وجل هر آية دوسين شوتع وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض جرجر ناخا اشتيا حق مووشة خيل رد التوارث إلى الرحم يرس يتر جرجر ناخا دير زير دون عقد الأخوة وجر البوشتهم عددتين بس بوسو وجر البوشتهما تيجح سوجر يلا دوسين شوتع حقي خير دات ووشة إرس يتر
اتسووشخا ويجرل دين بولش بولا أنصار شنية مهاجر شنية وقع للا حجار قرناها إرسيتر إذا دولوش دو دي سندو إذا الله دالا أساسينا كده. ميثاق التحالف الإسلامي بوسو بدين برت خلرنا قج آغوة كما قام رسول الله عليه الصلاة والسلام بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين يوتشن صلى الله عليه وسلم بوسو بنا أن يقع إبجر المتسر فقد قام بعقد معاهدة يوتشن عليه الصلاة والسلام جاويرة أزاح بها تنسى أسجاوانت أثبرتت دعدي قرسوة ما كان بينهم تو أنصار شناء يقع خلدول تو مواجه شناء يقع خلدول شتلا من حزازات في جاهلية سان يقع خلدول أمش سان يقع خلدول يغزلون اشتبي يزمش وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة سان يقع تيفا خلدول أمش خارتون خلدول يشد عديخر لك بريمينو يفرجداشو يشد عيخر واستطاع بفضلها إتن ديكنت دوزليت نتسكيتر إيجاد وحدة إسلامية شاملة بوسو بني خد سعخلر سعقولر يدينسو إسلامسكي يدينسو يرتكا بوسو بنا نوقع مسارنا هاقتايبنا ووقتايبنا ويداء داتر شابر سعبر ولعوك الله قويرش ويقولش الإذن بالقتال لم تنقطع قريش عن تهديد المسلمين بعد الهجرة هجرة دين شوط إحاء بوسو بناخ قريش ست باتر خيرم تيسجارخ بوسو بنان خيرم تيسرخ تهديد أهرجاتر بل استمرت في هذا التهديد ملخو قريش صار يقيرم تيسرقح كده عدبا خرج بدل جالسني وقرجات وكانت رسالة قريش للمدنيين حاسمة قريش ومدين تعبولشناها ضحيج توكيغت سير بيسمو سير بسطاني أوغا شوق خادم بشير قالوا سال إيلر إنكم آويتم صاحبنا مدين تير أهلا أشت خناق وست طيس يلا شو قزع ويتسد خيوق قرد خاستك تلاتسا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه والله هستمبو أشية ستؤمبن بير مبو أو لتخرجنه يا أشي محكر آرو وقل مو أو لنسيرن إليكم بأجمعنا يتغشادر رشقود شندو عطوان بحدو ورمدو حتى نقتل مقاتلتكم أخشو طوان بش بيئلت ونستبيح نساءكم شو زدريت خين حان البخلت قد عدو ورمدو إيهم ودير مدشنان. أما رسالتهم للمهاجرين فتقول أم مهاجر كسار دحيتين دولا كيغت بسلاني إزدر أولش لا يغرنكم شعيخ ملولش أنكم أفلفتمونا إلى يسرب تخشوا كالحر دولر يسرب يدخن سنأتيكم تخد عدو وردشن فنستأصلكم أوه بخدو خردشو هلك دير دوخ ونبيء حضراءكم شو خلر أوه دعدو قردو في عقر داركم شو هو سميوقع شو دوش دعد يحكن إمنا شو دوش عقر دار بوردو إمنا شو توح هلك دير دوخ بوردك. وفي هذه الظروف الخطيرة هوك يرمي يلا خينشكح ويتت وباسني أبسيات لسه وردك نزل الإذن بالقتال وأنبر بور بلوش آية تؤثر سول حلقة وأنبر بور بخيل داتسا صوتي على عدالة وأنبر بور بدلير
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. پور بدله ناخ شين دو حالت أم بيش بولترنا ظلمان تر تان ظلم دين خلرت تان دو حالت أم به وإن الله على نصرهم لقدير. الله تان تولن بلر تحني سقوط شوق مصلنا. وقال تعالى إشت الله دال إلر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وشبو الشين الله دا الله تع ورخل دلش لا مزدح وطوش زكاة تعلوش ديكني ديوني وما ديونش بيش. نشاط تكلم عن أهم أعمال العهد المدني ديتا يقر كورت مدينة بريودح اتخينها يقر كورت خلال العمل شالس مستعينا غلوخش بأبحاث غير التي مرت بك قيولا بحثشت ويسنا يوتش ويشن يوتش قيشرت. السرايا والغزوات قبل بدر. بدر تقوم تقبالي حلقة أمي أسكرش خلال الغزوة. كان هناك جملة من السرايا والغزوات قبل بدر. بدر غزوة أدالي حلقة تاعت غزوة كلا مشبر دو حرنق سيرة سرية سيف البحر. سيف البحر أول شلا تمن توب رزوتك في السنة الأولى للهجرة بيروي شرح دو إذا هجري دو حلقة شرح. وكان على رأسها استوبا تهوى ورا حمزة بن عبد المطلب. سرية رابغ في السنة الأولى للهجرة دو حر شرحها إشتا قهر سرية يرهر توبير. وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. سرية الخرار والشلا توبة يرى رزويت يشيهو يتشلا تمن توبة في السنة الأولى للهجرة هجرة حلقة شرح. وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص ورتير كورت. غزوة الأبواء أو ودان أبواء ودان أول غزوة في السنة الثانية للهجرة شغله شرع درس هجرتي. وقادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يشنو شاء حله وعلا دقنا غزوة تريز دين غزوة. وهي أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم إزدحر غزوة تري يشنو دين دول. وكان حامل اللواء فيها حمزة بن عبد المطلب. تيجا بيرق حشوك غزوة حمزة ور. غزوة بواط أولشت الغزوة في السنة الثانية للهجرة شوله شرع درس هجرتي. وقادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة حلوة الشاء والتور. غزوة صفوان وفي السنة الثانية للهجرة شوله شرع دور هجرتي. وقادها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه يلشنو الشاء دين غزوة التور. وتسمى هذه الغزوة بدر الأولى. هر غزوة صفوان هلو حلخر بدر آل زيوقشة غزوة تويس. غزوة ذي العشيرة وشت الغزوة إذا في السنة الثانية للهجرة هجرة شوالة شرخلدو. وقادها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه شاء يلشنو حله آل فقا دين غزوة. برهو سرية النخلة أول شلا توبيو في السنة الثانية للهجرة. وكان على رأسها عبد الله بن جحشور تهوتين في 12 رجلا من المهاجرين مهاجر شخشيت سجن تهوتين وريس. وقد قتلوا تار استمح ويرة عمرو بن الحضرمي أورشوك
وهو أول قتيل في الإسلام بوسو بن النح دو حروين تاقويس. وأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. إشتا عثمان بن عبد الله أولشويق حكم بن كيسان أولشويق إشي يسروير تو تمن توبنو. وهما أول أسيرين في الإسلام. إشي دو حر يسروينا دو حر شبلين كوبوسو بدنا. أهدافها إن تغاز وتشاء تو تمن توب إشيخي ترسن عالشون شوير. كان لهذه السرايا والغزوات أهداف منها تو تمن توب تلم بشيخي ترأى أتغاز وتشاء تنا عالشون شوير دو حرنك الاستكشاف دو زردر والتعرف ويسيز رزويتك دوزر على الطرق المحيطة بالمدينة مدينة نقوان دحضل نيقش والمسالك المؤدية إلى مكة أويقشو نيقش دوزر در ونعج ساعات ومستقى بيربع تعالوا ميتح ونميس نستوي الشياتة ميس نستوي زيشو سوت أبوش بونيق سوت يلعبوش بونيق تلتش أدخل ميتشايز مو تلتويز شامل ضلهم خاديش تستقل ملوش آور هكا مصطة تورو ملوش آور إزيهورو مسو آور خاديش مسو خاديش تسيقا توما تعوان جيرزيش حنهولش باسي توام جيرز توار يقر أهتهم دو تدويش تو هم نشتو يقر خالنش تنديلا نيقتلوش خلتار رزويت كل مسوش آور يش يميس نستلوش تحقا توامهم باشتي موه ميتاحو هردو يتعال شوير شغل عال شو عقد المعاهدات مع القبائل التي تسكن حول هذه الطرق. إذا برت بردر تايب نشسة اسنية قشقوان دا عشتو ونالشي إشت برت بردسة تأوش المستغن دوحل حوار والشي تبوها عبولتناح وانتليت مشبير بات. قال إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية بقوة المسلمين. استليت مشاء إدن الغاز وتشأ إتلمشأ قيتنخ عالش وهوير مشركنا خن خي ترحم يثرب يحبول إشتو قم يثرب يحبول جوكتشنا خي ترحم إشتا آرينش كعشبول عربوشنا خي ترحم بوسو مني نيتس خلر ديول يعالشو إشعار قريش بالخطر على تجارتها ومصالحها. قريشنا قيرم خلر تير يوحكي يسرقح أتيرا كلش بالبايد نشنا تان تدو يشتغل رزق نحادوش يكنا ميرسكيش أداريو تان أتسح شام مخكد عبابيز مدينة خريبوي قالت إلي تشدش وهو استقسويتوش داحني حدوقش يتهموت وإيشن بشموتا. فريضة القتال توام وجاي فرز بر يوحر توام ببور بدليرة توضع فرز بير. في تلك الفترة بعد سرية عبد الله بن جحش توب يغيت توضع فرض الله تعالى القتال الله دالة توام بر فرز دير ونزل في ذلك قوله تعالى توقع الله ديل دوش بيسر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الله هنيك تحت وانبياء شايست وانبيشارتس دازونش مخيدية إن الله لا يحب المعتدين. الله هنتبيزا دازونش خيد وش بيش الله دال مجينش ومن صوبيولش بيش. نشاط وقعت عدة غزوات وسرايا قبل بدر أذكر الأهداف منها. تعدلت أمش غازوة تشخل بدر تدالي حل غازوة شاءت سرايا تير عالشونش حقية سرايا إذا سرية تنجمد. ماذا تفهم من هذه الآية؟ حق آية حقيتها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أدول خذوا حقية شوك
أقواش رأيوسنا عليه السلام دين غاز واتشدو شتي وش درس عديد والحمد لله رب العالمين.